أهلا بكم يا أصدقائي وحلقة جديدة من المسلسل الرائع المؤسس عثمان. انتهت الحلقة اللي فاتت على مقتل بايسون غور اللي فتح تساؤلات كتيرة عن اللي هيحصل بعد كده. ازاي هينتقم عثمان لمقتل بايسون غور؟ بس الأول هيعرف منين إن صوفيا كانت السبب، ويا ترى هتكون أول مواجهة بينهم عاملة ازاي؟ كمان ازاي صوفيا هتستغل السيد غنجي في الإيقاع بعثمان؟ ازاي كمان هتقوم بخطف فاطمة بنت عثمان علشان تحرق قلبه عليه؟ كل ده هنجاوب عليه خلال الفيديو، خليكم معانا. شفنا في الإعلان خطف فاطمة، ولاحظنا صوفيا كانت بتتابع بالا وكانت معاها فاطمة. واضح كمان إنها استنت فاطمة لما بقت لوحدها أو قامت بحيلة علشان تبعد فاطمة عن بالا وقامت بخطفها. وطبعا صاروجة ويوسف متابعين لفاطمة وأكيد مشوا وراها وحاولوا ينقذوها، لكن قدرت صوفيا إنها تقبض عليه. لكن المرجح هنا يا أصدقائي إنها مش هتلحق تخطف فاطمة، والسيد عثمان هينقذها في الآخر ويمنع مخطط صوفيا، وتكون دي أول مواجهة بين السيد عثمان وصوفيا. كمان صوفيا هتستغل السيد غنجي وهتعرف مداخل ومخارج القلعة، مش بس كده هتعرف أماكن ومواعيد القوافل، وبالتالي هتسبب مشاكل كتيرة جدا للسيد عثمان. الحلقة الجاية هتكشف عن صراع قوي جدا ما بين السيد عثمان وصوفيا، ودور لوكاس والسيد قراصي في الصراع. كل ده هنعرفه الحلقة الجاية إن شاء الله، تابعون.